السلام عليكم. هنحل دلوقتي مسألة اللي من شيت الريكيرجن. طيب المسألة بتقول ايه؟ بتقول انك هتاخد ان وهتاخد array. تمام، اطبع لي مجموع العناصر بتاعة الاري. يعني ايه؟ مثلا هو اداني مثلا التست ده اربع خمسات، فمجموعهم كام؟ ب20. طيب هنت، فكر في ايه؟ مش انت بيقول لك مجموع العناصر بتاعة الاري؟ تمام. طيب يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل عنصر في الاري ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستيت. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريكيرسيف كول، عبارة عن فرع في الريكيرجن في التري. تمام. فانت فكر الفرع ده او الستيت ده انت ازاي هتعرف تاخد المجموع بتاعه مع باقي ايه؟ مع باقي العناصر او مع باقي الستيتس. طيب لو جينا بقى نرسم التري، مش هو عاوز مجموع العناصر بالظبط؟ يبقى كل عنصر في الاري هيمشي عليه. يبقى انت بالظبط هتمشي على ايه؟ على الاندكسات. يعني لو كان الان عندي بتلاتة، الان هتساوي تلاتة، فهو هيمشي على الصفر الاول، بعد كده هيمشي عند الواحد، بعد كده يمشي عند الاتنين، اخر اللي هو ايه؟ الاندكس ايه اللي جاب لي السايز. طيب في كل فرع هيعمل ايه؟ هياخد مجموع العنصر اللي فيه مع باقي العناصر. فاحنا عاوزين نفكر ازاي انا هاخد المجموع بتاع العنصر ده مع باقي العناصر بالظبط. انك انت هتعرف متغير جلوبال وتاخد المجموع. طيب بما انك انت هتعرف متغير جلوبال وتاخد فيه المجموع، يبقى انت الفانكشن بتاعت الريكيرجن بتاعتك هتكون ايه بالظبط؟ هتكون فويد. طيب فويد ريكيرجن، انت هتمشي على الاندكسات زي ما اتفقنا. تمام. طيب نهايتك ايه؟ اتفقنا ان نهاية التري بتكون ايه؟ البيسكس بيكون ايه؟ فرع بعد نهاية التري. لو هنا هيكون عندي فرع هيكون بكام؟ بتلاتة. طب الفرع ده انت هتاخد العنصر اللي فيه، ما هو كده كده مفيش عنصر فيه اصلا. تمام، بس هو مهمته ايه؟ اللي هو يوقف ايه؟ يوقف الريكيرجن. طيب لو قلنا له الاي دي اكس تساوي ان، ساعتها ايه؟ خلاص الريكيرجن خلاها تموت. طبعا انا عرفت الان جلوبال اهو، وعرفت الاري. تمام. اتفقنا ان احنا هيكون عندنا ايه؟ هيكون عندنا متغير. المتغير ده هنعمل ايه فيه بالظبط؟ هناخد فيه مجموع العناصر اللي بتاعتي في كل ستيت. طيب بعد كده انت خلصت انت كده. احنا بعد البيس كيس اتفقنا ان احنا بعد البيس كيس هنعمل ايه؟ هنعمل ريكيرسيف كول. طيب الريكيرسيف كول هتبقى ازاي؟ اتفقنا اهو، هو كان عند الواحد، هو كان عند صفر، بعد كده بيجي عند الواحد. يعني الدو بالنسبه لده ايه بالظبط؟ زائد واحد. يبقى الريكيرسيف كول اي دي اكس زائد واحد. بعد كده هنسأل نفسك هل انت عندك ستيت ولا لا؟ اه عندي ستيت. طب هحطها تحت الريكيرسيف كول ولا فوق الريكيرسيف كول؟ هنحطها ايه؟ فوق الريكيرسيف كول او تحت الريكيرسيف كول. هنا في الحاله دي مش هتفرق. والستيت اللي عندي اللي هي ايه؟ انك انت بتاخد المجموع، انك مجموع العنصر مجموع العناصر يعني. بس كده الفانكشن ايه؟ خلصت. تمام. طيب هنا دخلت انا الانبوت، بعد كده هتقول له ايه؟ هتستدعي بقى الفانكشن. تستدعيها بكام؟ بصفر. تمام. وطبعا هتستدعيها بدون سي ان سي اوت. ليه؟ لانها void بالظبط. تمام. استدعت الفانكشن. لما استدعت الفانكشن بتاعت الريكيرجن، الصم اتعبت، الصم اتملت بس. فخلاص كده هنطبع له ايه في النهاية؟ ايه؟ الصم. طيب لو ادتنا خمسة اربع لا خمسة، طب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، المفروض 15 بالظبط. طبع ايه المطلوب. تمام. ده كده الحل بكل سهولة. طب الحل ده هيجيب ايه؟ هيجيب اكسبت. طب هو ده الحل اللي احنا عاوزينه؟ لا مش هو ده اللي عاوزينه. تمام. ده حل. خلينا نحل الحل ايه التاني اللي هو ايه الافضل، اللي هو هنعمله ايه بالظبط؟ بالانت زي ما احنا كنا بنحل باقي في المسائل اللي فاتت. تمام. تمام جدا. طيب ازاي نحول الحل لانت؟ طيب مش انت عاوز ايه؟ انت عاوز العنصر مع باقي العناصر. حلو جدا. عاوز المجموع صح كده؟ عاوز المجموع. تمام. والمجموع بيكون ازاي بقى؟ طبعا احنا خلينا هنا ايه؟ لونج بدل فويد. المجموع بيكون عبارة عن ايه؟ عشان تاخد المجموع طبعا انت هنا محتاج ايه؟ ريتيرن. صح. هنحوش الجلوبال ده ونحوش ده. طبعا انت ايه؟ لما انت هتخلي الريتيرن تايب مش فويد، فانت محتاج ريتيرن مع الريكيرسيف كود. تمام جدا. طيب حلو جدا. طيب اتفقنا لما يكون عندي ريتيرن مع الريكيرسيف كول هعمل ايه بالظبط؟ لازم تستخدم احد العمليات الحسابيه. وانت اصلا عاوز المجموع صح كده؟ بس كده يبقى انت هنا هتستخدم ايه؟ البلس. طيب هو انت هنا في كل ستيت انت كنت بتعمل ايه؟ مش انت كنت بتاخد المجموع، مجموع الاندكس ده مع الباقي بالظبط؟ يبقى انت هنا هتقول له ايه؟ ار اوف الاي دي اكس.
تمام، مع الباقي يعني هات المجموع بتاع السيت اللي انت واقف عنده مع باقي الريكيرجن. تمام. طب انت اول لما توصل لنقطة البداية النهاية هتطبع ايه؟ لما الاي دي اكس هيوصل لهنا. تمام. فهو الفرع ده هل انت محتاج منه حاجة؟ لا. تمام. فانت دوا وده كمان مش محتاج منه حاجة، فايه اللي مش هيأثر على على المجموع؟ ايه هو المحايد الجمعي بالظبط؟ اللي هو ايه؟ الصفر. يبقى انت هتريتيرن صفر. كمان حاجة تاني، دوا اول قيمه بعرفها انا من الريكيرجن اللي هو مين بالظبط؟ البيس كيس. تمام. فانت في البيس كيس انت كانك بتعمل ايه؟ كانك بتعمل انيشاليزيشن للحاجه بتاعتك، كانك انت بتعمل يعني انت مش الصم لما جينا احنا عرفنا الصم ادينا له قيمه بصفر. تمام. فانت هنا كانك بتعرف بتدي انيشال فاليو للقيمه بتاعت الريكيرجن، فانت اديت لها ايه؟ صفر، ان هي اول حاجه هتبقى لها قيمه اللي هو ايه؟ البيس كيس. واحنا هنشوفها دلوقتي كمان في التريسنج اكتر. تمام. ادي التريسنج، وخلينا تحت هيبقى ايه؟ هيبقى على طول سي اوت للريكيرجن. تمام. خلينا كمان نشوف التست. 5 1 2 3 4 5 15. طيب التريسنج هيكون مثلا عندنا ايه؟ احنا في التريسنج عندنا ان ب3. تمام. وواحد اتنين تلاتة مجموعهم بكام؟ بالظبط ب6. طيب اول حاجه الاي دي اكس هتدخل بكام؟ بصفر. هل الصفر؟ لا، هتقول لي مجموع هات لي ريتيرن مين؟ القيمه بتاعه العنصر ده اللي انت في الاندكس بتاعه زائد ريكيرجن الاي دي اكس زائد واحد، يعني واحد زائد ريكيرجن الواحد. اعمل لي استدعي لي فانكشن ريكيرجن اي دي اكس زائد واحد. طب استدعيها، فهيروح على طول ايه؟ يستدعيها بكام؟ بواحد. وهو اصلا هنا مش هيرجع قيمه يا جماعه زي ما قلنا قبل كده. هنا مش هيرجع قيمه. ليه؟ لان القيمه دي الحاجه دي ملهاش يعني لسه انت مش عارف قيمتها بكام، فاكيد هنا مش هيرجع قيمه، مش هيديك قيمه معينه. ليه؟ لان هو مش عارف قيمتها اصلا بكام. فراح الاي دي اكس بواحد. طيب الاي دي اكس بواحد، هل هو بتساوي 3؟ لا. فخلاص يبقى هات لي القيمه بتاعه الاندكس ده. هتقول ايه؟ 2 زائد ريكيرجن، استدعي لي ريكيرجن تاني باي دي اكس زائد واحد، اللي هي بكام الاي دي اكس بقى؟ هتكون بالظبط باتنين. طب هتدخل هنا، هل اتنين بتساوي ولا لا؟ يبقى هات لي ريتيرن القيمة بتاعته العنصر اللي هي بكام؟ ب3، واستدعي لي ريكيرجن تانية جديدة. طيب استدعينا الريكيرجن هنا هتكون بكام؟ الاي دي اكس بتاعها بالظبط ب3. التلاتة هتساوي التلاتة؟ اول لما التلاتة تساوي التلاتة دي اول قيمة انا عرفتها اللي هو كام؟ اللي هو ريتيرن الصفر. ريتيرن الصفر. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان البيس كيس دي رجعت لي قيمة بكام؟ بزيرو، اللي هي دي اول قيمة شفتها، يعني كأن انا عملت initialization. طيب يبقى الفانكشن دي هتموت وقيمتها بكام؟ بزيرو. طب مش انت عرفت قيمتها؟ طب ارجع بقى عوض. تمام. عوض لي بالقيمه بتاعتها. مش انت استدعتها هنا وعرفت القيمه بتاعتها؟ طب وانت هنا ما كنتش عارف القيمه بتاعتها؟ طب خلاص عوض بقى. 3 زائد صفر بكام؟ ب3. معنى كده ايه؟ والفانكشن دي ماتت. تمام. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو من النهايه، من اول هنا اهو كده من اليمين لحد هنا، لحد ما يقابل الاي دي اكس تساوي 2، معنى كده المجموع بتاعهم بكام؟ ب3. طيب انت عرفت القيمه الاي دي اكس ده، رجع الفانكشن دي او الستيت دي رجعت القيمه بتلاتة. طب ارجع عوض لي بقى. طيب يبقى هنا هتساوي كام؟ بتلاتة. طيب 2 زائد 3 بكام؟ ب5. هتموت. تمام. يبقى القيمه بتاعت الفانكشن دي بكام؟ ب5. يعني ايه؟ يعني من اول انت ماشي كده من العكس، ماشي من النهايه، فمن اول اي دي اكس واحد لحد النهايه القيمه بتاعتهم هنا كام؟ ب5، يعني مجموع العناصر دي ب5. خلاص انت عرفت القيمه بتاعت دي. طب ارجع عوض لي بقى فيها. طيب يبقى واحد زائد 5. واحد زائد 5 بكام؟ ب6. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده اللي من اول الواحد لحد النهايه بكام؟ ب6. بس والفانكشن دي كده ماتت ورجعت لي القيمه بتاعتها ب5. بس كده. ولو جينا بقى نعمل سبميت، طبعا الكود الاولاني كده كده هيجيب اكسبتد، وده هيجيب اكسبتد. وبالتوفيق.